أحكي لكم اليوم قصة عائشة وعبد الله في ملعب الرياضيات. إنها مغامرة جديدة. هيا بنا نبدأ. في يوم مشمس في ملعب الرياضيات، كانت عائشة وأخوها عبد الله يعبثان بالكرات المختلفة. وبدأت الجولة الرياضية. بدأت الألعاب الجديدة بكرة حمراء وأخرى زرقاء، فأصبحتا يمتلكان اثنتين. بدأت عائشة وعبد الله في تغيير عدد الكرات، فجمعا واحدة حمراء واثنتين من الكرات الزرقاء، فامتلك سويا 3 كرات. أحبت عائشة أن تقوم بعملية الإبدال، فاستبدلت الكرة الحمراء بأخرى زرقاء، واستبدلت أيضا الكرتين الزرقاوتين باثنتين حمراوتين. فكانت المفاجأة أن العدد الكلي للكرات لم يتغير، وظل العدد الكلي 3 أيضا. ما أجمله من استنتاج، وما أحلاها من مغامرة، وفي لعبة جديدة. في ملعب الرياضيات جمع عبد الله 3 كرات مع 4 كرات، ومن خلال إضافة كرتين للجميع من قبل عائشة أبدأوا في تجميع الأعداد، فكانت 9 كرات. فقام عبد الله بتغيير ترتيب الجمع، فبدأ بجمع كرتين مع 3 كرات، ثم أضاف إليهما 4 كرات، فكان المجموع 9 أيضا. ومن هنا فهم خاصية التجميع، إحدى خواص الجمع، بطريقة سحرية. استخدمت عائشة الرايات الحمراء والخضراء لبيان العنصر المحايد الجمعي للأعداد، وبدأت في ترتيبها بطريقة معينة. ثم طلبت من عبد الله أن يضيف للرايات رقم 0، ثم ينظر هل تغير عدد الرايات أم لا. نظر إليها عبد الله متعجبا ومتسائلا: كيف يتغير ونحن أضفنا العدد 0 وهو لا يغني شيئا في عملية الجمع؟ ضحكت عائشة قائلة: هذا ما استمتعت به، فالصفر عنصر محايد في عملية الجمع. وبدأ الاثنان في رسم خطوط حول الملعب لتمثيل الحدود، ليتحكموا في وضع الكرات الصفراء داخل الحدود بطريقة منطقية. فنتج من ذلك عدد لا محدود من الكرات، والتي تزيد كلما أضفنا إليها المزيد. وباستخدام اللاعبين الأصدقاء والكرات العديدة، قدموا عملية الضرب بشكل مبتكر، حيث تغيرت حركة الكرات بكل لمسة، ليتعلموا منها أن عملية الضرب ما هي إلا عمليات متتالية من الجمع. إنها جمال الرياضيات في ملعب الرياضيات. وصلوا إلى نهاية الملعب، حيث تجمعت الكرات الرائعة حول صديقيهما الودود، وسألاه هل يمكن أن يأتي مرة أخرى لملعب الرياضيات ليمارس فيها عملية حسابية أخرى، مثل الطرح أو الضرب أو القسمة. أجابه بجامع الكرات: بالتأكيد، نرحب بكم وباستضافتكم مع أصدقائكم هنا في ملعب رياضيات قناة خالد الطيب، طريق التميز على يوتيوب. بعد أسابيع من الانتظار المليء بالحماس، عادت عائشة وعبد الله إلى ملعب الرياضيات، وكانوا مستعدين لمغامرة جديدة، هذه المرة لاستكشاف عالم القسمة والضرب. وجدوا جامع الكرات في انتظارهم، وهو يحمل كرة كبيرة ملونة. قال لهم: التحدي هذه المرة هو إيجاد ناتج ضرب وقسمة الأعداد التالية: 36، 4x3. من يستطيع حلها بشكل صحيح أولاً سيحصل على جائزة خاصة. انطلقوا في حل المعادلة بكل ذكاء وابتسامة، حيث تنقلوا بين العمليات الحسابية بسرعة ودقة. وفي لحظة مميزة صاحت عائشة بفرح: الناتج هو 27. فازت عائشة بالتحدي، واحتفل الجميع بالنجاح الجديد على الملعب. وكانت هذه بداية مغامرة جديدة تجمع بين جمال الرياضيات وروح المنافسة الشريفة. لم نخطو نتقدم.
نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم. نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم.